أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن السلام عليكم. النهاردة أنا جايب لكم موضوع يعني هيبقى مفرح لناس كتير قوي. في عشبة اسمها عشبة القشعة. عشبة القشعة دي ببساطة كده كان ليا زميل متزوج وفضل متزوج حوالي سنتين. طول السنتين ما حصلش حمل، على الرغم ان مفيش اي سبب يمنع حدوث الحمل. طبعا يشاء السميع العليم ان زوجته تتعرف على زميلة او جارة ليها من السعودية، ونصحتها بعشبة اسمها القشعة، عشبة القشعة. قالت لها هتاخدي بس معلقة من عشبة القشعة دي وتحطيها على كوباية حليب وتسيبيها تغلي شوية على النار، وطول 3 ايام بتوع الدورة دول اللي هي البريود، طول ال3 ايام تبدأ تشربي كوباية الصبح وكوباية بالليل. كوباية على الريق، ماشي، كوباية لبن بالقشعة دي، وكوباية بالليل قبل النوم. وقالت لها عشان هي بتبقى يعني القشعة ديت مرة شوية، ممكن تشربي بعديها اي حاجة دافية، ينسون، كراوي، اي حاجة، اي مشروب دافي. سبحان الله، يعني بعد مرور فترة زمنية مش كتير الحمد لله حصل حمل، والحمد لله هم بيساعدوا بمولودهم الجديد دلوقتي، وانا حبيت اشارككم النقطة دي. طبعا بجانب ده انا حبيت اقرأ شوية عن الموضوع افهم العشبة دي ايه فايدتها. فطبعا بحثت عن الانترنت وكده، لقيت ان ناس كتير بتتكلم فيها وبتعمل بيقول لك ليها فوائد كتير قوي. بتنظم الدورة الشهرية، وكمان بتفتح اي انسدادات او انسدادات موجوده في المراه عامه بشكل كامل، سواء انسدادات مهبليه او انسدادات مثلا موجوده في الدم المتجمد اللي بيبقى فوق المؤخره، ده بيشيل الدم ده ويبقى وده بيكون سبب رئيسي من اسباب العقم. تمام. لو في تليفات او تكيسات حوالين المبيض مفيده جدا ليه. كان في ناس سالتني عن علاجات للتكيسات المبيض او التكيسات اللي بتبقى موجوده في المبيض وتمنع الحمل او بتسبب لا قدر الله العقم. ده برضو اتضح ان هي بتعالج الموضوع ده ممتاز جدا. عامه اغلب مشاكل الرحم بتبقى بسببها او المشاكل بتبقى فيها ان الرحم ما بيبقاش نظيف بشكل ممتاز. تمام. والعشبه ديت ممتازه جدا، وبيقولوا عليها كمان عشبه الحمل، ماشي، لان طبعا بسبب فضلها بعد ربنا طبعا في حدوث الحمل. ممكن تستخدميها زي ما انا قلت لك بالطريقه ديت، وفي طرق تانية وانا ببحث عن النت الناس بدأوا يقولوا طرق تانية ممكن تستخدميها بيها. هعرض لكم بعض الطرق اللي ممكن تستخدمي بيها عشبة القشعة دي. الطريقة الأولانية بيقولوا ان المرأة تبدأ تستخدم القشعة ديت اول يوم للدورة ليها، ولمدة 5 ايام بعد كده بس. يعني من اول يوم للدورة وتفضل تعدي 5 ايام، مش اكتر من 5 ايام. هتاخدي منها معلقة صغيرة على الريق الصبح، معلقة صغيرة على الريق الصبح. طبعا بتبقى مرة، ممكن تخلطيها مع الحليب زي ما انا قلت لكم. تمام. او ممكن تاكليها وبعد كده تشربي مشروب ساخن، تمام، عشان بتبقى مرة قوي. وبتاخدي منها برضو معلقة صغيرة قبل ما تنامي او وقت العشاء، يا اما تاكليها على طول وبعد كده تشربي حاجة دافية سواء شوربة او اي حاجة. تمام. او تعمليها في كوباية حليب. تمام. هي ملهاش وقت محدد لان انت توقفي عندها يعني. تمام. هي شربها كويس واستخدميها في كل دورة، يعني دورة شهرية بتحصل معاكي، لانها بتبقى كويسة قوي زيها زي القرفة او خلافها من العلاجات اللي بتستخدم للنساء في الوقت ده. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، ويرزقنا يا رب ويرزقكم بالذرية الصالحة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تبدأوا اعجابكم بيه، واستنونا في الجديد، واشتركوا معنا في القناة عشان تبدأوا تتابعوا معنا كل جديد بننزله. شكرا لكم.